السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يا ربي. اليوم جبت لكم وصفة بزاف سهلة وبنينة، هي كيكة دانت بمقادير بسيطة متواجدة تقريبا في كل بيت وتجي بزاف بنينة وخفيفة وراح تحبوها ويحبوها أطفالكم إن شاء الله. نبداو بالمقادير، بسم الله. أولًا في المقادير عندي 2 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، لازم تكوني خرجتيهم من قبل، راح نزيد لهم قرصة تاع ملح، تقريبًا على راس المغرفة صغيرة تاع الملح، نزيدو هنا دانات، شوكولا، ماكسي هكذا، غير une boîte علبة فقط. بنفس لابواط تاع الدانات راح نضيفو 2 بوايط تاع سكر حادي كريستاليزي تاع القاطو نورمال. ماشي سكر جلاس، نزيدو زوج. في هذه الكيكة مش راح تستعملين مواعن بزاف، راح تستعملين نقيسو كامل كلش بلابواط هذيك تاع الدانات. راح نضيفو هنايا مغرفة صغيرة تاع لافاني ونخلطو بالباتور كيما راكي تشوفي هكذا. اللي ما عندهاش باتور بيان سور تقدر تخلط بلا فوي ما كاش مشكل، بصح بالباتور راح تجيكم أخف بيان سور. نخلطو بالباتور، راح نضيفو هنايا 2 مغارف كبار تاع الكاكاو وتكون من نوعية جيدة هكذا، ونخلطو من دارة وجديد بالباتور. بعدها راح نضيفو الحليب بمقدار 2 بوايط تاع حليب هكذا كيما قلتلكم القياس بلابواط تاع الدانات. نفرغوهم نخلطو شوية هكذا. من بعدها راح نضيفو كمية تاع الزيت اللي هي بيان سور 2 بوايط تاع زيت. غير بالعقل نحطوهم ونخلطوهم من دارة وجديد بالباتور هكذا. هذه الكيكة بزاف سهلة وتوجد في نص ساعة مام با تقدر توجديها. هنا راح نقصو من هذاك الخليط اللي وجدناه قيس بواطة تاع الدانات اللي قسنا بها اللي استعملناها كامل في لاغوسيت، راح نقصوها ونحطوها بجنب، راح نسحقوها من بعد هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا راح نضيفو لافارين، نزيدو لابواط الأولى، الثانية ما نعمروهاش حتى تفيض كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. الثالثة نزيدو خميرة الحلوى، 2 ساشيات تاع خميرة الحلوى، ونخلطو غير بالعقل هكذا، ونشوفو الخليط تاع الكيكة. بعدها كيما شفتو نزيدو النص تاع الرابع ونخلطو. هذا هو القوام تاع الكيكة تاعنا. لازم كي تكتبو هكا بخط بلا سباتول لازم يبقى متشكل كيما راكم تشوفو. نجيبو سنيوة، هنا جبت سنيوة تاع 25 سنتيمتر على 30، بيان سور درت لها شوية زيت شوية فرينة وشعلت الفرن تاعي على 180 درجة. وهنا نحط خليط الكيكة نخبطها شوية باش يتحولنا كامل هذوك الفقاعات ويخرج لنا الهواء، وندخلها للفرن على درجة 180 مدة كل وحدة على حسب الفرن تاعها
وحدة 20 مينوت، وحدة نص ساعة، كل وحدة كيفاش. هنا كي خرجت نخلوها تبرد هاكا شوية، ونديرو لها الخليط اللي استحفظنا بيه وخليناه، خليط الكيكة اللي خليناه من قبل. هاكا راح نشربوها بهذاك الخليط كيما راكم تشوفوا هكذا. نكملو كامل لابواط ونحطوها تتشرب بمليح. من جهة وحدوخرى هنا ذوبت 200 غرام تاع شوكولا، راح نضيف لها اون بواط تاع دانيت ماكسي هادي، نخلطها مليح. شوكولا تحبوا تخيروا شوكولا بالحليب ولا شوكولا السوداء على حسب الذوق. نزيدو لها علبة تاع دانيت ونخلطو مليح. بعدها راح نضيف لها 2 مغارف كبار تاع زيت عادية باش تعطينا لمعان للكيكة تاعنا. نخلطوها مليح مليح حتى يتجانس الزيت مع المكونات الاخرين بهذا الشكل. شوفوا اللمعان راه روعة هنايا. بعدها نجيبو الكيكة تاعنا اللي تكون تشربت مليح بهذاك الخليط اللي درناه، ونضيفو الشوكولا من الفوق هكذا. نمشوها مليح بلا سباتول في الأطراف. هذه كيكة عائلية وعلى بالي بلي تعجبكم كامل، باسكو بنتها روعة وخفيفة، وعلى بالي بلي تاني الأطفال راح يحبوها باسكو يحبوا الشوكولا. هنا نجيبو أي مكسرات يكونوا عندكم ونشبحو بهم هكذا من الفوق. التزيين يكون اختياري، تقدروا تجيبوا هذيك الفيرميسيل ملتي كولور ملونة وديروها راح تجي روعة. تقدروا ديروا الشكل دائري تاني تجي تاني روعة. ما في لي زانيفرسير تقدروا ديروها وتشبحوها كيما حبيتوا. ديروا فيها كيلكو بونبون من الفوق للأطفال ولا تفرحوهم بهذه الكيكة. المهم كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجة، جات روعة. نقسموها معكم بهذا الشكل، نخلو حتى تنشف بيان سور من الفوق شوية، ونقسموها هكا مرسوات. هنا راح تجيلكم نورمالمون 20 حبة، تجي زاكية هكا. ميم كيما قلت لكم تقدروا ديروها في شكل دائري وديروا بها لي زانيفرسير، تجي فريمون بنتها بنة وبزاف خفيفة، ذوقها رائع. في الأخير نقول لكم حبيباتي إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش دعم القناة، ونقول لكم شهية طيبة، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.